السلام عليكم بنات، السلام عليكم صحباتي الزوينات، كيف دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نحضر معكم واحد الرغيفات معمرين في الفران، كيجيو زوينين بزاف بزاف. سجلوهم عندكم رمضان، غادي ينفعوكم بزاف وحتى الوليدات كيحماقوا عليهم. عندي هنايا جوج زلايف كبار ديال الطحين الفورس، عندي معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال السكر سنيده، وعندي 4 كاس ديال الزيت النباتيه. غادي نبسبس مزيان ديك الطحين بهذيك الزويته صافي، وغادي ندوز باش نعجن الرغيفات دياولي. هنايا البنات من بعد ما عجنتها غادي نخليها ترتاح، وغادي ندوز باش نوجد الحشوه. هنا عندي بصله كبيره اللي هشيتها، عندي فلفله كبيره، عندي جوج حبات ديال الجزر، وجوج حبات ديال الكورجيت صافي. هنا وعندي 200 غرام ديال الكفته، خديت واحد المقيله اللي وضعت فيها شويه ديال الزيت النباتيه، وغادي نشحر كلشي مزيان. هنا البنات ما كنديرش العطريه في الاول حتى كتبدا تدبل ليا ديك الخضيره، عاد كندير العطريه وصافي. هنايا كنحرك كندخل هاد التوابل مزيان في الخضره وفي الكفته صافي. ما تغفلوش عليها باش ما تلصقش ليكم. وغادي نزيد هنايا شويه ديال القزبر ومعدنوس. شفتوا البنات؟ يعني فين فاش تكونوا تشحروا ديك الخضيره بقاو تحركوا باش ما تحرقش ليكم، الا تحرقات غيجي فيها واحد المذاق ما زوينش. هنا غادي نزيد شويه ديال الشعريه الصينيه اللي رطبتها من قبل في الماء سخون وصفيتها صافي. دابا غادي نحاول نمزج هاد المكونات مزيان مع بعضياتها. هنا البنات انا راه كنكون باقا شاعله البوطه ولكن ناقصه عليها. ضروري ما تكون البوطه مهيله. انا البنات خليت البوطه شاعله ودرت الشعريه الصينيه باش كتبن ليا مزيان مزيان صافي. هنا كتكون العجينه ديالتي رطابت. دابا غادي ندوز باش غادي نقرصها ونديرها على شكل كويرات صغار. راه ما كتاخدش بزاف ديال الوقت البنات، دغيا دغيا كتوجد. هنا البنات جوج زلايف ديال الدقيق خرجوا ليا 13 الكره اولا 13 رغيفه، يعني تبارك الله راه كيخرجوا. هنا البنات انا ما غاديش نورق الرغيفات ديالي بالزبده حيت دابا الجو بارد غادي تقطع ليا العجينه.
درت غير الزيت وزدت فيه معلقة كبيرة ديال النشا. النشا كتساعدنا كتخلي الرغيفات كيجيو مورقين وكتعطيهم واحد القرمشة زوينة. صافي غادي نخلط النشا مع الزيت مزيان مزيان حتى كتذوب، ما كيبقاوش دوك الحبيبات ديال النشا. صافي دابا دزت باش غادي نورق هاد الرغيفات هادو. صافي غادي نبقى نقرصهم بنفس الطريقة. البنات شحال مما عجنتو العجينة وخليتوها ترتاح، يعني ما تخدموش بها ديك الساعة، تخليوها راه كتجي معاكم كيجيو الرغيفات زوينين. صافي غادي نبقى بحال هكا حتى نكمل الكمية اللي عندي. ودابا غادي ندوز باش غادي نعمرهم بالحشوة. شفتوا البنات راه ساهلين. صافي كنديرهم على شكل مربع وكنحطوهم جانبا. نزيدو الحشوة صافي وكنطويوهم، كنجرو الجوانب مع بعضياتهم، كنجرو كل جهة مع الجهة المعاكسة ليها. انا البنات هنا باش نزرب باش ما نتعطلش قرصتهم وغادي نبقى نعمرهم في دقة واحدة. هاد الطريقة هادي ما كتعطلوش فيها دغيا دغيا كتساليو. والنيت كديروا نفس الحشوة، يعني ماشي كديروا شي وحده كتعمروها وحده ما كتعمروهاش، يعني كلشي كيكون قبالتكم، كديروا فيهم قياس واحد. صافي غادي نبقى مستمرة بحال هكا حتى نسالي الرغيفات كاملين. وانا البنات في هاد الاثناء هادي راه كنكون
شاعلة الفران، كيكون سخون من الفوق ومن التحت على 180 درجة. صافي هنا كناخد واحد اللاطة اللي كنكون دهنتها بشوية ديال الزيت وكنستف فيها الرغيفات دياولي وصافي، وغادي ندوز باش غادي نزين ليهم الوجه ديالهم. ناخد واحد السكين اللي كيكون ماضي مزيان، الراس ديالو يكون ماضي صافي، وكنبدا ندير خطوط على وجه الرغيفات. هذا البنات كيبقى كاقتراح، الا ما بغيتوش ديروا هاد التزيين هذا ما ديروش. صافي من بعد ما كنسالي التزيين ديال الرغيفات غادي ندهنهم بصفار بيضة وشويه ديال الخل باش كتقتل ليه ديك الريحه ديالو. غادي ندهنهم مزيان. وصافي دابا غادي نزينهم بشويه ديال الزنجلان اللي نقيته وحمرته. كيجيو زوينين بزاف البنات هاد الرغيفات هادو، غير جربوهم غادي ينفعوكم بزاف بزاف لرمضان. وها هما الرغيفات ديالي من بعد ما خرجتهم من الفران كيجيو على هاد الشكل هذا، راهم كيجيو خطيرين بزاف بزاف، كيجيو زوينين بزاف وكيجيو بنان. كنتمنىكم ان شاء الله تجربوهم وما تنساونيش. بعدا كاين البنات الا وصلتوا حتى لهنا ما تنساونيش من لي لايك وما تنساوش تخليو لي واحد الكومونتير زوين. هنا البنات راه كنوريكم، هنا كانت باقا سخونه الرغيفه، كنوريكم القرمشه اللي كتجي فيهم، كتجي فيهم واحد القرمشه اللي زوينه بزاف وخطيره وكيجيو عامرين. يلا البنات ما تنساونيش من لي كومونتير زوينين ديالكم. السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.